وعلى هذا الأساس أدعو فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور، نص اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري، لسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، الإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قوايا، وأسعى بكل قوايا في سبيل تحقيق المثل العليا، في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم، للعدالة والحرية والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. وعليه واعتمادا على بيان المجلس الدستوري المذكور، وعملا بمقتضيات المادتين 75 و 76 مجتمعة، أعطي إشهادا لفخامة رئيس الجمهورية السيد بوتفليقة عبد العزيز على أدائه لليمين الدستورية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي الفضليات، ساداتي الأفاضل، أعرب لكم بداية عن جزيل الشكر على تشريفكم إياي بأغلبية أصواتكم، وأنوه بالسكينة التي جعلت موعد 17 من أبريل عرسا للديمقراطية في خدمة استقرار بلادنا وإعمارها، وأجزل التقدير للمترشحين الآخرين لهذا الانتخاب الرئاسي الذي آل فيه الانتصار الأكبر الحقيقي للجزائر. وأخص بالإشادة مئات الآلاف من أعوان الدولة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والوظائف العمومي الذين سيروا على تنظيم هذا الاستفتاء وتأمينه وضمان حسن سيره. ولا يفوتني أن أسدي الشكر للمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية
على قبولها تلبية دعوة الجزائر لإرسال ملاحقين ليشهدوا الظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات، هذا الموعد الانتخابي في كنفها. أشكركم سيداتي الفضليات وسادتي الأفاضل على كرم تفضلكم حضور هذه المراسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.